ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعض الحواوشي في البيت بطريقه سهله جدا وبسيطه. بصوا خطير. العيش من بره كريسبي مع اللحمه مستويه كده، بتحس ان هي جوسي من جوه. بصوا خطير يا جماعه. هنعمله بقى مع شويه طماطم مخللين وسلطه طحينه، وما اقولكوش. يلا بسرعه نشوف عملنا ازاي. انا عندي بقى بصلتين وسط، افرمهم بقى كويس جدا في الكبه. نبدأ بقى نضيف عندي حوالي 3 فصوص توم. هنضيف الملح بتاعي. انا هنا مستخدمة بهارات اللي هي ميجي بتاع الحواوشي. طبعا لو حابين اي بهارات تانية مفيش مشكلة، بس انا بحس دي بتدي طعم حلو قوي. رشة بقى فلفل، عندي 1 فلفل رومي. نبدأ بقى نضربه في الكبة كويس جدا مع بعض. ننزل بقى على اللحمة المفرومة، انا عندي حوالي نص كيلو لحمة مفرومة. ننزل بقى بالخلطة بتاعتي. عندي بقى ليا بتاعتي بشراها، حوالي تقريبا واخدة معلقتين، ودي بتخلي الحواوشي في حتة تانية خالص. لو ما عنديش ليا، عندي معلقة سمنة كبيرة برضو بتخلي الحواوشي حلو جدا. عندي بقى بقدونس حبة كده تقريبا حوالي برضو معلقتين كبار. نبدأ بقى ننزل بالخليط ده كله ونقلبه مع بعض كويس جدا. وهو بس كده الحواوشي مش محتاج مننا اكتر من كده. عندي بقى العيش بتاعي، انا جايبه عيش من الفرن، العيش البلدي بتاعنا، وده احلى عيش نعمل منه حواوشي. عندي بقى اللحمه بتاعتي بقى، هبدا اقسمها لكرات كده متساويه. تقريبا انا هعملهم حوالي تقريبا 6 كرات، وده المقاس يعني هيبقى ده الحجم كويس جدا في العيش. بس تقريبا كده يعني يعني بالشكل كده، انا مش بوزنهم او حاجه، مش مستاهله يعني. عندي بقى العيش بتاعي انا فاتحاه. بصوا العيش حلو قوي، ملدم من جوه، ده اللي هو اللحمه. نحط اللحمه ونبدا نفردها، تمسك كده اللحمه في العيش الملدم، تبقى حلوه قوي. بصوا نبدا نفردها بقى حلو جدا. نبدا نعمل واحد تاني، ونبدا بقى نعمل العيش بتاعنا كله بنفس الطريقه كده. انا بقى عندي الصاج بتاعي، عندي ورق بقى فويل. الحواوشي بقى بعد ما جهزنا كله، عندي بقى فرشة كده وبمعلقة زيت كده، نبدأ ندهن كل العيش بتاعنا بتاع اللحمة ونحطه على وشه. بصوا بيدي قرمشة خطيرة، واللحمة جوه بتبقى مستوية وحلوة جدا. نبدأ بقى كلهم نعملهم كده، وهندخله الفرن، وهنسيبه على وشه لحد ما يستوي خالص ويبدأ ياخد اللون الذهبي بتاعه. نبدأ بقى نقلبه على الاتجاه التاني، على الوش التاني. انا دخلته الفرن، اول ما بدأ خلاص بصوا لونه بقى خلاص كده بقى حلو قوي، لونه ذهبي واستوى من تحت. نبدأ بقى نقلبه. اول ما احس ان خلاص كده بدأ يستوي معايا، عندي بقى فحماية. الخطوة دي بتدي ريحة للحواوشي كأننا عاملينه على الفحم، وحلوة جدا. الفحماية بتاعتي، عندي طبق فويل كده بالورق الفويل، عملت طبق صغير كده، احط الفحماية بتاعتي. عندي معلقة سمنة صغيرة بقى، نضيفها على الفحماية. بصوا وندخلها الفرن كده تقريبا لمدة 5 دقايق كده او 3 دقايق. تعمل ريحة للحواوشي خطيرة.
وكده الحواوشي يبقى جاهز معايا، ويا رب تكون الوصفة عجبتكم، ونتقابل في فيديو جديد إن شاء الله.